النهاردة بقى قررنا نعمل حاجة كده اختراع من الآخر. الغي أي وصفة قرنبيط وجربي الوصفة دي. لا زيت ولا قلي تاني ولا أي حاجة، هناكل صحي وحاجة كده جميلة من الآخر. معانا زهرة قرنبيطة. أنا جبت هنا زهرة جميلة بيضة، ما تجيبيهاش بايتة عند الخضري، تكون طازة والزهرة كده ماسكة نفسها وجميلة فريش. انا مش هستخدم كل الكمية دي كبيرة علينا، فهاخد نصها. اعملي الكمية اللي انت عايزاها. حاجة كده جميلة حصري عندي انا وبس. تعالوا نشوف هنعمل فيها ايه. معايا هنا مية على النار بتغلي، تكون فيها معلقة ملح صغيرة ونص معلقة كمون. انزل بالزهر بتاعنا. انا هنا مش عايزاه سليق كامل، عايزاه نص سلقة. هقلب تقليبة واحدة وهشيله كده، كفاية عليه عشان يبقى فيه قرشة. وهنا بقى حاجتنا عبارة عن ايه. معايا هنا معلقتين نشا وتلات اربع معالق دقيق. وهنا المكون السحري، انا حاطة هنا كيس فيجيتار حار بديليها بصومات عادي. ومعانا هنا التوابل، معلقة بابريكا وكركم وربع معلقة بيكنج باودر وبودرة ثوم وكزبرة وفلفل اسمر وكمون وملح. ومعانا هنا الخضرة عبارة عن كزبرة وشبت، ومعايا بيضتين. هنعمل بقى ايه الخلطة بتاعتنا، ومية طبعا عشان نشوف السمكة بتاعت الخليط بتاعنا. هنزل بالبيضتين. انا هوسع لنفسي عشان يبقى كل حاجة ظاهرة ليكم. هبدأ اضرب البيضتين بتوعنا ويحط التوابل. التوابل دي تحفة وريحتها تحفة، مش عايزة اقول لكم يعني الريحة بتبقى عاملة ازاي، قلبة ريحة المكان. جربيها بالتوابل دي، يعني حاجة كده من الاخر. كده اتقلبت معانا، مش محتاجة مضرب. كده خليط البيض معايا جاهز بالتوابل. هنا انا هنزل بالفيجيتار والنشا والدقيق. ممكن تستبدلي الفيجيتار ببقسماط المطحون، وممكن تضيفي عليه جبنة مبشورة، أطعمة اللي انت بتحبيها، توابل اللي انت بتحبيها، ابدعي. كده تمام خلاص. انا نزلت بالدقيق والنشا والفيجيتار. هبدأ بقى انزل بالخضرة. خليط تحفة. تعالوا بقى نقلبه تقليبة كده واخفه بالمية. انا مش عايزاه سايل قوي عشان يمسك في القرنبيط، وفي الخلطه بتاعتنا تمسك فيه الاقراص تبقى حلوه. مش عايزاها سايله، تبقى بالسمك كده، مش هنخف عن كده. كده حلو قوي. هنا انا هفرم القرنبيط بعد ما برد معانا. هفرمه فرم لا ناعم ولا خشن، يعني حاجه كده ايه يبقى ليها قرشه. كمان لو اتسلق معاكي زيادة وحسيتي بيه ان هو هيبدأ يتهري، اقري حطيه في مية من حنفية عشان توقفي درجة الحرارة اللي وصل ليها، ويبقى يهدى معاكي، وبرضك تبدأي تفرميه ومش هنرمي اي حاجة. انا هستمر هنا في الفرم لغاية ما اخلص معايا كمية بالشكل ده. كده خلاص انا خلصت خلاص. هبدأ بقى اضيفه على الخلطة بتاعتنا واقلبه تقلبتين كده حلوين عشان كله يتشرب مع بعضه. هنا بقى في امرين ممكن تعمليها بايدك، تشكليها بايدك، او ممكن تشكليها بالمعلقه. انا هوريكي الاتنين. ادي بالمعلقه. معايا هنا صينيه، ممكن تدهنيه بدل ما عندكيش ورق الزبده، ممكن تدهنيه بسيط زيت.
ظبطي كده الشكل بتاعها اهو بالشكل ده. ابدا اشكل القرص بتاعتنا. ممكن نحط على الوش جبنه مبشوره، بس انا مش عايزه ازود السعرات الحراريه بتاعتها، عايزاك حاجه ده اكل صحي حلو. بالشكل ده كمل معايا. نظبط شكلها اهو بالشكل دوت. وهوريكم ازاي برضك نشكلها على ايدينا مش بتلزق وحلوة، عجينة حلوة، خلطة حلوة، وريحتها جميلة تحفة اهو. تظبط شكلها زي كأنك بتعملي طعمية اهي اهو الشكل الجميل دوت. تاني اكمل كده معاكم لغاية ما الصينية معايا تخلص. هنا بقى جبت معلقتين زيت، هبدأ ادهن الوش بالمعلقتين الزيت دولت. وممكن نضيفهم في الخليط عادي، بس انا حبيت ادهن الوش كده قبل ما تخش. افتح اي زيادات كده عشان يبقى شكل الصينية بتاعنا جميل ومتتحرقش في الفرن. هدخلها بقى على فرن حامي على الرف. بصوا الشكل جميل ازاي، والله بجد يعني حاجة من الاخر اهو. ادخلها الفرن اهي، وخلصت معانا وقت في الفرن وجازت على طول، والريحة مش عايزة اقول لكم قلبة المكان، ويعني عايزة تتاكل كده وهي سخنة وطالعة كده من الفرن. بس انا هحاول اخرج واحدة هي سخنة اهي. بصوا جميلة من تحت استوت ومن فوق جميلة متماسكة وجميلة اهي. بصوا بردك واحدة تانية اهي انا فتحتها لكم من جوه، انا ومش قادرة امسكها يعني، بشوفوا الدخان بيطلع منها حاجة كده تحفة. وقدمنا الطبق بتاعنا، جربيه. ناكل كل حاجة، ناكلها صحي وناكلها صح بألف هنا وشفا، ويا رب الوصفة تعجبكم.